مكمورين على نفسهم بقوقعة ما بيقدروا يطلعوا من الاكتئاب اللي دخلوا فيه، لأنه هن بيحسوا حالهم السبب يلي ودوا أمهم بهالنهاية. يعني الناس الكويسة منها كده زي خطيبتك كده هندوس بوس يا ابويا كده أصلا هنبوس كلنا الأكل أصلا يعني. Welcome to Germany. الهجرة الشرعية دي يا جماعة هي أكتر نوع من الهجرة بقدمه أنا عندي على القناة، وبشجع فيه الناس كلها إن هي تجربه وتعمله، لأنه من الآخر أكتر حاجة بيضمن لك حياة سليمة وجميلة وكلها متأسسة في أوروبا أو في أي حتة في الدنيا، وبيحطك على أول الطريق صح. لكن في الفيديو ده أنا جاي أتكلم عن السوريين، إخواتنا اللي عانوا واللي جم نورونا في مصر وشرفونا في مصر وجم هنا. ومش هقول لك إن هم شرفونا في ألمانيا، لكن هم رفعوا راسنا بصراحة في ألمانيا. ناس كتيرة قوي منهم حققت حاجات إحنا ما عرفناش نحققها خالص يعني، فكتر ألف خيرهم. اسمع هم قالوا إيه. بنتين سوريين دخلوا في الهجرة، جم من سوريا على ألمانيا. يعني السفرية دي كانت عاملة إزاي؟ هل فعلا كانت سهلة ولا الناس دي عانت بجد؟ والله متفق معانا. انا كنت عايز اعمل فيديو فعلا عن الناس السوريين اللي جم هاجروا والقصه ايه، لان احنا بنيجي نشوفكم بنحس ان الموضوع وردي يعني، فاهم، جميل والحياه لطيفه ومفيش حاجه. بس لما جه هو قاعد يحكي لي القصه مغامرات بالظبط، حياه وموت يعني. كان بالنسبه لي في مواقف، في ناس حاجات انت يعني اوريدي الحياه هي كانت معنا بهديك الرحله، كانت انه انت بسلم امرك لله تعالى بكل خطوه، والثانيه اللي انت عايشها ما بتعرف شو اللي جاي وراها. هي كانت السسبنس الحلوه يعني موجوده. كان في خوف. اي بس بالنسبه لكم انتوا كبنات الموضوع كان عامل ازاي؟ عامل هل مثل ما الموضوع عمل عند الشباب، كان سهل؟ كان بيسلم على بعض يعني يعني عن جد كانت يعني ما حقول لك انه مغامره وعشناها. في خوف، في طبعاً. بسط، في انت ابن اللحظه يعني عايشها، يعني عايشها الثانيه وما بتعرف بده يجي بعد منها، وعم تكتشف دول جديده وعم تفوت مناطق جديده. تركت الماضي بما فيه يعني انت. طب سؤال بقى، يعني الحاجات اللي انتوا خدتوها معاكم، يعني اخدت ايه معاك؟ ابدا مفيش اي حاجه معاك ولا شيء يعني. فلوسك في جيبك وشكرا. فلوسك بس الباسبور تبعك بس هيك شنطة والتليفون nothing else يعني. هي وامشي اتكل على الله كانت كتير حلوه على فكره. كان 21 حلوه والله كانت رحله ولا رحله. هي بس قطعت انت البحر. لا بس ازاي يعني؟ ازاي مفيش مخاطر يعني مفيش حد فيكم سرق حد في النص؟ مفيش ناس اكيد. اصل سؤال، في مغامرات اصل اكيد في ناس في النص فيكم حراميه مثلا يعني. لا هلا في بس الشعب كله كان بيهاجر. تحت الخطف. اكيد انت ليك فيديو لوحدك انت. انا راح اضل ساكت. انت ليك فيلم عربي ما راح لوحدك احكي شيء، فاهم، فيلم مغامر. ده عنده فيلم القصه ده يعني، ده لازم يطلع في فيديو لوحده باسم موسى بيهاجر خارج سوريا. هلا شوف شغله، في عالم يا حرام رحلتها كانت صعبه كتير، منهم يلي صار في موت وغرق يعني حدا يعني فقد له احباب كتير يعني. اما احنا في وسط الرحله نفسها، في وسط الرحله خاصة الغرق بين تركيا واليونان. العالم تطلع بالبلم، اليخت الصغير، يا مع عالم ميت يا مع عالم كذا قصص يعني. احنا هلا بنجتمع مع عالم ضل دائما في اوقات تفتح سيره طريق اللجوء اللي هو كل واحد له مغامره شكل شو صاير معه وكيف عاش وكيف هذا يعني. انا بعرف جماعه ذكريات 3 شباب ساكنينهم بألمانيا جابوا معهم امهم تهجير يعني عن طريق غير شرعي. والامهات كمان جت؟ جت امهم معهم لما انكسر البلم اللي كانوا فيه. امهم غرقت، هي الوحيده اللي غرقت وتوفت يا حرام. والشباب الثلاثه ولا واحد قدر ينقذ امه. فلحد هلا مكمورين على نفسهم بقوقعه ما بيقدروا يطلعوا من الاكتئاب اللي دخلوا فيه، لانه هن بيحسوا حالهم السبب يلي ودوا امهم بهالنهايه يعني. فهن لا بيقدروا ياكلوا اكل بيت ولا بيقدروا يعملوا اي شيء بحياتهم يعني. على قولة اهلنا المصريين قالهم اكتئاب. قالوا اكتئاب ايه ده ما عم يقدروا ميتين في المستقبل كمان. انه حطوا امهم بالبحر وطلعوا كفوا حياتهم، ما عم يقدروا يتقبلوا الفكره ويطلعوا منها. بس فالحمد لله اللي عافانا وصلنا نحن مع كامل اهالينا. بس في ناس عدت عادي يعني. نحن مرقنا بمواقف الحمد صعبة. لله عدوا. انا كسر بتذكر البلم وغرقنا وعملنا كانه في تايتانيك، كانه جاك بس ما اجى جاك. بتذكر في اهل كانوا على الكرسي. انا اللي عاجبني بصراحه ان كنتوا بتضحكوا على الموضوع. لك شو يعني ماضي بجد والله. انتوا لا ممكن ما اعرفش، ممكن القصه ايه فيلم يعني كان دراما فعلا ولا لا، بس انا بالنسبه لي ارفع لكم قبعه بصراحه، قمه الاحترام يعني ان كنتوا. وبعدين ان البنات تعرف تعدي الموقف عادي ويبقى في ضحك على المواقف اللي حصلت بعد كده. ده بالنسبه لي انا شيء صعب يعني.
إيه لا يعني حتى الالمان نفس السؤال يعني طبعا مختلف على الالماني. انت لما يجي يسالني كيف عم تضحكي، طب شو ببكي؟ يمكن علشان كده هم مش قادرين يفهموا ان السوريين عانوا مثلا وان الاوكرانيين دلوقتي في مشاكل. ايوه تماما. والله يمكن فعلا هم مش عشان احنا اعتقد العرب بصفه عامه كله بيضحك الناس اللي كانت اتوقع عايشه بمدن مثلا مثل حلب، قلب حلب او دمشق، المناطق اللي انقصفت، اللي شافوا هنيك يعتبر مو شيء مقابل الموت اللي عم يشوفه بالبحر. فهمت شو قصدي؟ يعني الشغلات الفظيعه اللي شايفها بتخفف انتم مسهلين بصراحه. يعني انتم حتى في مصر لما اتكلم مع حد انتم مسهلين القصه علينا. لا وقت تصير ماضي وذكريات قضاء الله يعني، ونحن الحمد لله ما صار علينا شيء، بالعكس الحمد لله طبعا فتحتنا ابواب ثانيه نحن ما كنا متوقعينها كشعب عربي. عرفت؟ بالعكس عايشين والحمد لله. يعني المانيا عزتنا طبعا بنضحك لانه صار ذكريات من الماضي، وخاصة بعد ما هون تحسنت حياتنا وصار وضعنا أفضل، فبنشوف دائما الذكريات شيء أوقات ناخذ منها الشيء الجميل، الشيء الحلو اللي عشناه. يعني أنا دائما بحاول أول ما بتذكر طيب شو بتذكر الشغلات الحلوة عن جد، بعدين بتذكر الشغلات. هو إيه اللي كان حلو فيها عشان نستوعب؟ مغامرة بحد ذاتها. أنت وقت أنا مثلا طلعت لحالي مع جروب بس شباب، هل وأنتوا طالعين كان في ضحك وتهريج وكده مثلا يعني؟ أوقات كان في اوقات صعبه اكيد. انت عايش ادفنتشر ما بتعرف فيها شيء، لأن أنت مو طول الوقت تحت الستريس وتحت الستريس والضغط. لا في أوقات أنت عايش تماما بهيك جو حلو بالباخرة، فاهمك. أوقات أنت مع رفقات فإجباري. يعني بس هل في حد وقفكم؟ يعني هل مثلا في دولة زي ما شفنا في بلجيكا واسمها ايه مش بلجيكا، بلغاريا، المجر بالظبط. هل الموقف ده بقى اللي احنا شفناه في المجر ده كان بيحصل فعلا مع كل دولة ولا ايه؟ تماما هذا الشيء صار، وكثير عالم فاتوا على السجن حبسوهم وكذا. بس نحن من هنغاريا ومقدونيا بودابست. عرفتي بودابست؟ نحن عرفتي بودابست اكيد. نحن وقفنا على هنغاريا وقت 2015 بشهر 9. ايوه هي وقفنا. ليش ما شفتك هنيك يا صديقتي؟ نحن كنا بخيل وفوبيا كان. يعني انا بالنسبه لي كانت اصعب فتره تبع لحظة، وانتوا عارفين بعض في الهجرة ولا؟ لا هون وهنا اوكي. انا بلغاريا ما فرت لها، انا وقتها قلبوا الطريق على كرواتيا. بقول لك شغله، في مواقف عشناها حسينا حالنا مو بالشعر كمعامله الاجانب. مثلا شو اسمها الجزيره باثينا، لما ياخذونا ويلبسوا قناع وماسكات كانه نحن مو بختموا لك ختام على ايدك كانه مثل خواريف، كانك رقم. معامله ما كانتش لطيفه قوي يعني. ايه في هيك في مواقف تحس حالك انه انت شو عامل بحالك. ومواقف بابا بكي، اخواتي، هذا اللي ضعيف. يعني مواقف بدك تنساها اجمالا، خاصة العالم اللي طالع غصب عنك مع اولاد صغار والكذا. كان لو دققت فيها تعقد نفسك يعني. ايه يعني ذكرى حلوه. لا بس انتوا والله الفرفشه بتاعتكم هي اللي بتخلي الموضوع سهل. نعيش يعني انا لما جيت احكي معاك القصه، لما انت قعدت تحكي لي القصه بتاعتك، انا مش متخيل اللي انت بتقوله. يعني انت فاهم قصدي ايه؟ يعني هو قصته كانت شويه معقده، وفي ناس كتير على فكره قابلتها برضو في اماكن تانية برضو معقدين. بس لما باجي احكي قصه اللي هو انت ازاي بتحكي عادي كده. في عالم توفوا مثلا بالغابات، اكلوا فطر من الجوع. بالظبط، اكلوا فطر ما اهو ده الحاجات اللي كانت بتيجي عندنا في مصر في الاخبار وهيك. فاهم ازاي؟ وعالم ماتوا من البرد، وعالم ماتوا وعالم ماتوا غرق، وعالم والله هالسوري. تمام. لا احنا شكرا كثير يا باشا. شكرا ليك انت اللي طلعت في الكاميرا. يلا بقى اول سلم على الشعب المصري. انا بعشق الشعب المصري. انا وياه دائما نحضر مسلسلات مصريه دائما. لا والله اول سفره لا حتكون على مصر. طب قول لنا انا متابع للرياضه ومتابع لليوتيوبر المصريين بالرياضه كلهم. طب قول لنا افيش مصري. طيب افيش مصري شو هذا؟ يعني نكته مصريه. ايه ده؟ انت عارف مصر يا اخويا يا عم اكتر. ده عنده مشاكل، كتيره. انا قاعد بالسياره كل شوي بيقول لي كلمه. انا كثير متابع مصريين، تلاقي خاصه اليوتيوبر الرياضه وما رياضه. زي مين طيب؟ نصوحي طبعا اكيد. زرع ارزع والمدفعجي، كلهم هدول انا ده انت متابع. بحبهم يعني، بحسهم فاهمين. يا راجل ده المفروض يجي يا عم يعلمك شويه. انت عندك مشاكل لا نحن اكثر شيء شعب مبسوط بعد هالتهجير هو الشعب السوري ساكن بمصر، لانه نحن شعب انا سمعت كده كتير، بس مش عارف ده بصراحه برضو جد ولا لا، يعني صح ولا غلط. لان برضو اصل انت بتتكلم عن شعب فيه 100 مليون بني ادم مصري، يعني فاكيد مش كله يعني تفاحه يعني. مش كله تفاحه جميله يعني تفاحه جميله مسكره يعني حلوه، فمش كله مسكر يعني، مش كله جميل، فاكيد في حاجات مزعله ناس يعني. بحب الحكي المصري. الموقف ده حصل بقى. اخر سؤال طيب.
اللهجه المصريه أنا بالنسبة بدك تنزلنا طبعا انتوا خلاص انتوا اوريدي افيش الفيديو، انتوا افيش الفيديو، انتوا الثلاثه كده. تعالى جنبهم كده عشان انتوا الافيش مع بعض. وادي الافيش اهو يا جماعه. احلى 3 سوريين قابلناهم في ماينز. حد جرب التيكت دي اصلا؟ كل احنا ألمانيا كلها، بس مش زحمه وكده؟ بالعكس ما هو صار كتير سيء هلا بسبب هاي التيكت. زحمه طبعا. هاي 3 شهور صار كتير طيب زحمة وتأخيرات. الناس بس ما تعرفش التيكت دي يا جماعه بتخلي الناس دي كلها تلف حوالين ماينز وجنب فرانكفورت. ألمانيا كل المانيا عارف. بس بدك تروح رحله بدك تحسب يوم رحله روحه يوم رحله رجعه يعني. لا بس 9 يورو ديت رايح جاي 9. بس لا كل شهر شهر كامل ايه ده يعني انت تروح في اي مكان في اي وقت ب 9 يورو روح بس؟ على برلين، روح على وين ما بدك. ايوه رايح جاي ب 9 ولا كل رايح شيء. بس 9؟ رايح ومستعمل لمدة شهر شغال. ده نركن العربيه بقى. مش ما هي هاي هدفهم، ده ارخص كده. هي هدفها مشان شاكرين يا جماعه جدا والله، نورتونا ونورتوا الناس المصريين اللي هيسمعوا اللهجه السوريه تقريبا لاول مره عندي على القناه. مروه شكرا يا ريس. رامي وايه؟ رامي يا ريس مين رامي ده؟ أنا رامي. اصل اسمك هو عشان سالته عن اسمه. هي عم بتقول هو الاجابه متاخره فعشان كده ما فهمتش. ده سلام طبخة كشري. افيش طب استنوا تعالى بقى نعمل صح والله نعمل له دعايه لحد. نعمله دعايه بقى. لينا واحد صاحبنا مصري، طالما انت في دار مشتات انت هنا صح؟ حلو. لينا واحد صاحبي عمل مطعم جديد مصري اسمه جيزه، فتح اكل مصري فقط لا غير، كشري بقى وين؟ في ايشبون في فرانكفورت، تعرفوها؟ انا عارفها؟ ايش منطقة جوه فرانكفورت، بس يعني جوه فرانكفورت ايشبون اسمها. فتعالوا جربوه بقى الاكل وانا متاكد انه هيعجبكم يعني. جربوا الكشري.